محزر وش جايب لكم؟ جايب لكم قصة القس والعالم الكندي جاري ميلر. جاري ميلر هذا عالم في اللاهوت عندهم، رجل يعني يصنف عندهم في مرتبة عالم. فكر في حاجة فقال أنا قس وعالم نصراني، وأقرب ديانة تنافس النصرانية في هذا العالم هي الإسلام، لها رقعة كبيرة من الجغرافيا ولهم أتباع كثير. يقول أنا دائما أسمع أن هذا القرآن اللي أنزل على محمد ما فيه أخطاء. أنا راح أثبت وأخذ عهد على نفسي أني أثبت أن هذا القرآن فيه أخطاء، وأخذ عهد على نفسي أني أثبت أن هذا كله فبركة محمد. فزاد تعصبه للنصرانية وخذ نسخة من القرآن مترجمة وبدأ يقرأ. يقول أول ما بديت أقرأ فوجئت في صورة بدايتها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا تحدي، يعني الكتاب لا شك فيه لا أخطاء فيه، هذا تحدي. يقول زادت عندي العصبية، يقولوا زاد عندي الحماس زيادة أن يثبت أن فيه أخطاء ولا بد أن فيه أخطاء، وهذا كله من خزعبلات محمد ومن الشياطين اللي تتنزل عليه. فزاد عناده وزاد إصراره أنه يثبت إلين ما وصل إلى سورة اسمها مريم. يقول فوجئت مفاجأة كبيرة، يقول بديت أقلب الصفحات بسرعة 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 أبي سورة اسمها عائشة، ما لقيت. يقول أنا اللي أعرفه أن عائشة هي أكثر شخص يحب محمد، وما لقيت اسمها حتى ما بين السطور في الآيات، ولقيت اسم مريم في الآيات 4 مرات. يقول فبدت الأسئلة تجي في بالي كثير، بعدين رحت بحثت عن اسم عيسى لقيته 25 مرة ذكر في القرآن. يقول ثم بحثت عن اسم محمد لقيته 4 مرات فقط ذكر في القرآن. يقول معقولة يعني محمد يذكر عيسى 25 مرة وما يذكر نفسه ولا اسمه إلا 4 مرات فقط؟ يقول بدت علامات الاستفهام. يقول فأكملت القراءة لين ما وصلت إلى آيات كثيرة تحذر من الشياطين، تتكلم عن الشياطين وتحذر منها. يقول فقلت معقولة الشياطين تتنزل على محمد وتوحي له وتحذر من نفسها. يقول فأكملت القراءة إلين ما وصلت إلى سورة المسد فقرأتها تبت يدا أبي لهب وتب. يقول من هو أبو لهب هذا؟ يقول بدأت أبحث في محركات البحث هذه عن من هو أبو لهب. يقول فوجئت صعقت يوم وجدت أنه عم الرسول. يقول فقرأت عن أبو لهب وسيرة أبو لهب. يقول فأعجبت فيه، يقول أنه نفس تفكيري، يتهم محمد بأنه ساحر، بأنه كلها فبركة محمد وأنه مجنون. يقول فبديت أقرأ أكثر وأكثر عن سيرة أبو لهب إلين ما وجدت وصعقت بأن أبو لهب توفى بعد سورة المسد ب10 سنوات. ليش فوجئ جاري ميلر بأن أبو لهب عاش بعد سورة المسد 10 سنوات؟ وين المفاجأة؟ يقول المعجزة كانت وين؟ يقول القرآن قايل قبل 10 سنوات بأن أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، بيدخل النار. عدد كبير من الناس أسلموا، أبو لهب لم يسلم. القرآن قال سيصلى نارا ذات لهب، حتى أبو لهب ما قدر يحرج الرسول يقول أنا أسلمت، يلا كيف سأصلى نارا ذات لهب؟ يقول ميلر هنا توقفت، هنا عرفت بأن هذا الكتاب لا يكتبه بشر، وأن هذا الكتاب كتاب سماوي، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هنا تغيرت حياة ميلر، العالم والقس النصراني المتعصب، عالم اللاهوت وعالم العقل، عالم اللاهوت. كتب كتاب اسمه القرآن المعجز. هذا ميلر. وين الملحدين اللي كانوا مسلمين ويشككون في هذا القرآن المعجز؟ وين الملحدين اللي كانوا مسلمين اللي قدموا العقل على النقل؟ هذا عالم لاهوت قدم العقل على النقل وأعجز أمام القرآن، وجد نفسه مقيد. نعم، جاري ميلر العالم والقس النصراني المتعصب العنيد يكتب كتاب القرآن المعجز.